ماضٍ ديوب يلاحقه قبل قائمة وهبي. ولكن قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد. تتجه الأنظار صوب القائمة الأولى للناخب الوطني محمد وهبي لمواجهتي الإكوادور وباراغواي، وسط جدل كبير يحيط بإمكانية استدعاء المدافع عيسى ديوب لتعزيز الخط الخلفي لأسود الأطلس. ويواجه هذا الملف انقساما حادا، حيث يصطدم طموح وهبي في سد الثغرات الدفاعية بجدار من التصريحات التاريخية للاعب الذي سبق وأكد رفضه القاطع لتمثيل المغرب أو السنغال، واصفا تغيير الجنسية الرياضية بالنفاق في تصريح سابق له. ورغم الجفاء التاريخي، يرى تيار من المتابعين أن الحاجة الماسة لمدافع بجاهزية عالية قبل المونديال تجعل من ضم ديوب شرا لا بد منه. فهل يتجاوز وهبي والجامعة خلافات الماضي لتأمين دفاع الأسود، أم أن روح المجموعة والولاء للقميص سيظلان المعيار الأول في عهد الربان الجديد؟